شكرا للزميل خالد جاسم، شكرا لضيوفك الكرام في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس اينما كنتم، مرحبا بكم هنا في هذه المواجهة العربية المنتظرة، والتي يحمل من خلالها المنتخب المغربي الآمال العربية من أجل التأهل والوصول إلى الدور القادم ومتابعة المشوار العربي في هذه البطولة الاستثنائية، عندما يلعب ضد المنتخب الكندي وأمامه العديد من الحسابات للتأهل إلى الدور القادم ومواصلة المشوار إلى المرحلة القادمة والوصول بحول الله للمرة الثانية في تاريخ المغرب إلى المرحلة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم، هذه المرة على الأراضي العربية. المغرب في مواجهة كندا اليوم يلعب بالألوان البيضاء على يمين ذلك. أيضا هنالك تبديل، يأتي كرة بمحاولة أولى لكن أيضا مرت كندا. كرة بمحاولة لمصلحة المنتخب المغربي الآن، لكن طالت على سفيان بوفا. الثالثة بحول الله في مباراة اليوم، الثالثة بحول الله في هذا اللقاء. ينجح المنتخب المغربي، كرة بمحاولة ملعوبة وبعدت، عودت لا 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 يحمل آمال العرب وعلى طريقة الكبار يسجل مبكرا جدا. حكيم يضع الكرة في المرمى ويعلن عن أول أهداف اللقاء للمغرب، بل وللعرب كافة. المغربي يمتطي جواد التألق والإبداع، يمتطي صهوة جواد التقدم ويصل إلى الدور القادم. هذه المحاولة، هذه الكرة، هنا الخطأ عن طريق الحارس بروجان، وصلت إلى من؟ حكيمي. بحول الله للتاريخ، انتصار مغربي بحول الله للتاريخ، قد يكون حاضرا بأكبر الانتصارات العربية خلال منافسات بطولة كأس العالم. سلامات ليوناحي، سلامات نخرة. المحاولة لمصلحة المنتخب المغربي الآن ثابتة من مسافة بعيدة، تسديدة تأتي، اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية. عبد الحميد الصبيري فاجأ ركلة ركنية ملعوبة وابعدت من حارس المرمى، واللاعب بيوكانان اللذان يلعبان في الدوري البلجيكي. كرة بمحاولة خطيرة جدا، لكن طالت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق التقدم ويمر زياش يسدد، لكن علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الكرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى. هذا حكيم، شوف الاستلام بشكل باب المصادفة عزيزي المشاهد أن الظهور الأول لكندا في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ كندا بعد عام 1986، ومع هذا المدرب نجحت كرة عن طريق زياش إلى داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية تأتي من فيتوريا. أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية المونديال، وتظهر بشكل رائع هنا في هذا اللقاء. توصل الآن بلجيكا ومشات، كندا، بلجيكا ومشات، كندا، خلصنا من البلجيك، والآن على كندا. يوسف النصيري، ينصر دينك يا يوسف، أو من سجل. نعم، انصيري اليمنى، وصلت عن طريق اوسوريو يبحث عن التقدم، لكن ايضا هنالك صافره موجوده، هي ملعوبه لمصلحه المنتخب البلجيكي، لكن ايضا تغطي. يا سلام دمي والمرور اماميه ملعوبه بشكل مثالي جدا. ايضا تدخل اخر، صافره اخرى وخطا اخر، ولربما بطاقه جديده هنا على بيوكانان، لكن في مدرجات المونديال. كرة بمحاولة بخطرة، لا 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 لا
بوفال من امام سفيان بوفال. هذه اللقطه، هذه المحاوله، هنا الاستلام والتسديده بعد ذلك من سفيان، ثم القرار من حكم المباراه رافائيل كلاوس يعلن عن وجود الكندي هوتشنسون، الرجل الذي يصل الى 39 سنه، لكن نعلم تماما بان اكبر اللاعبين تاريخيا لعبا للمباريات. لا زالت خطيره، عرضيه داخل منطقه الجزاء، كرة تعود في الجهة اليسرى الآن، محاولة عرضية ملعوبة خطيرة، تغير اتجاه الكرة فخدعت ياسين بونو، خدعت ياسين بونو ودخلت إلى الشباك، دخلت إلى الشباك. يجب أن لا نتراجع، يجب أن لا نتخاذل، يجب أن لا نؤمن عن الخروج بنتيجة إيجابية وترك ذكرى جيدة في هذا المونديال. كندا تمتلك 0 من النقاط قبل مواجهة اليوم، وبالتالي لا آمال للمنتخب الكندي أن يكون، لكن أيضا ندرك بأن هنالك بعض المنتخبات العربية بحاجة إلى مدربين أجانب. تالك التغطية، عودته، هنالك خطأ، هنالك خطأ، هنالك خطأ، يا الله يا الله، يبدو بأن هنالك تسلل وبالتالي يلغى الهدف. ذلك حكم المباراة هو من يقرر إذا ما كان الهدف صحيحا أو يلغى. عموما صافرة نهاية الأحداث بتقدم المنتخب المغربي. شكرا للزميل خالد جاسم، شكرا لضيوفك الكرام في المجلس. نبدأ شوط المباراة الثاني مشاهدينا الكرام. كرة بمحاولة عن طريق حكيم زياش، عرضية لكن في أحضان حارس المرمى ميلان بروجا، لكن طالت على سفيان بوفال. صافرة موجودة من الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس. الآن مرور بشكل مثالي جدا، لا زالت مستمرة وقائمة، والتدخل صافرة موجودة وخطأ لمصلحة سفيان، خطأ لمصلحة سفيان، فهي من ستتصدر بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي. كرة انطلاقة من الجهة اليسرى، سقوط في أرضية الملعب، صافرة موجودة وخطأ. يأتي محاولة لمنتخب كندا داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، مرت من أمام الجميع ومن أمام مهاجم كلوب بروج. لارن طالع يشير إلى استمرارية اللعب، تصل في الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة من الفونسو ديفيز، خطيرة من الفونسو ديفيز، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الكرة بعد سفيان مرابط، سفيان التحام وبعد ذلك حضور بشكل جيد جدا من سفيان مرابط، خلص الكرة. لمسة الآن عن طريق نتيجة لا نأمن وياسين بونو هي الأسماء التي قادت المغرب للتأهل إلى الدور القادم وإلى المرحلة القادمة من منافسات بطولة كأس العالم. تبديلين قادم، دقائق 25 متبقية قبل نهاية الأحداث هنا في هذا اللقاء، والأمور لا زالت مستمرة بهدفين مقابل هدف واحد. راية موجودة والتسلل حاضرا على يبدو الفونسو ديفيز، تسلل على الفونسو ديفيز، جانب من الجماهير لا زالت مستمرة وقائمة. التقدم يأتي من هوتشنسون وبقية الأسماء بهذه الكرة والمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا أجل هذا رومين سايس هو من يبعد الكرة إلى خارج أرضية المنتخب المغربي، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية خطيرة جدا لا زالت مستمرة وقائمة. هوتشنسون وقبل ذلك العارضة، اهدى لو تجاوزت لوصلت الإشارة مباشرة لحكم المباراة، لأن الكرة فيها شريحة 100%، الكرة لم تتجاوز خط المرمى. كرة لمحاولة ملعوبة لكن ياسين بونو، وكرة يتدخل فيها سفيان بالتوقيت المناسب، مرابط يبعد زياش وأوناحي والبدلاء
عبد الرزاق حمد الله. بيوكنان في الجهة اليسرى، محاولة ملعوبة لكن أيضا طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. طب أيوه. يا سلام عليكم، يا سلام عليكم. حقيقة الناس أصبحت متيمة بجماهير المنتخب. الله 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 على المدرج، الله على المدرج المغربي. أبعدت عادت في الجانب المقابل مرتدة، محاولة لا وجود فيها للتسلل، خطيرة لمصلحة المنتخب المغربي من أجل الثالث. العب في اليسار، العب في اليسار، العب في اليسار، العب في اليسار، العب 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 العب. اللقطة والكرة والمحاولة الماضية كان ممكن من خلالها أن تنتهي الأمور، لكن نتيجة الأخرى المقامة للمباراة التي تلعب في نفس التوقيت. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. سلامات لنصير مزراوي في كأس العالم 2014 أيضا تأهل إلى الدور الثاني. هذه كانت المرات الثلاث التي نجحت من خلالها العرب في تجاوز دور المجموعات في بطولة كأس العالم والتأهل. المشيب عوارضي أمي، وأن ملأ المشيب عوارضي سأظل طفلا عندها أتدلل، وتظل أمي فوق كل مهمة حتى شموخي عندها يتذلل. خلاص 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 للتاريخ، للمغرب. المغرب في صدارة المجموعة إلى الدور القادم.